كيبدا الفيلم ديالنا بواحد المحل بلوشام، وهذا الراجل الكبير هو مول المحل. وهو كيوشم هذا الغندور اللي هو زعيم د واحد العصابه صغيره. وصلاتو واحد الرساله فتحها المساعد ديالو جبر فيها واحد الرمله كحله. ديك الراجل الكبير شاف ديك الرمله وهو تشدو القطاف. ديك الغندور قال له مالك تخلعتي؟ قال له داك الشيباني اخر مره شفت فيها هاد الرمله كانت قبل 56 سنه، حيت في ديك النهار كان معاه واحد الزعيم د واحد العصابه كيوشم، وهو تجي الرسالة فيها نفس الرمل. غير شوية هجم عليهم واحد صفاها ليهم كاملين، وهو فلت حيت القلب ديالو في اليمين ماشي في الشمال. ديك البجغوط هو وصحابو كيضحكوا عليه حتى طار راس دو واحد فيهم. جبدوا السلاح خصهم يقتلوا اللي هجم عليهم، ولكن والو، كيضربوا ما عارفينش يقيسوا، وهو كيسلخ فيهم ما كاين غير هاك وبلا ار. وان شاء الله عمرك تشوف الخساره. انت اللي كتفرج عملتي سبسكرايب وبارطاج. يلا قولوا امين. المهم فصلوا، بقى الزعيم العصابه بوحد بغا يتفاوض معاه بالفلوس بيوخو زعما الشيباني. قال له غير ودع الدنيا حيت ولا جا حتى حاجه ما تخليه يوقع. البجغوط تعصب بغا يقتل الشيباني، ولكن قبل ما يقتلو كانوا يدو بجوج طارو وصباها عليه وكمل بالشيباني. ولا غدا في مقر الشرطه كنشوفوا واحده اسمها ميكا مع الرئيس ديالها كتقول له بلي كاين واحد مجموعه د النينجا كيخطفوا الدراري الصغار وكيجندوهم باش يرجعوا قتله مأجورين. والشيف ديالها قال لها ما تخاوريش عليا. قال لك النينجا تعصبات وبدات تجبد الادله، ولكن كان منهم القضيه ديال رئيس الوزراء السابق زوكوف. وهنا نتلاقاو رايزو جالس كيغسل حوايجو، وشويه جات عنده واحد البنت يعاون، ورايزو ولد الناس ما خسر لياش وبدا يعاون. وهو كيعاونها جبدات السلاح وبغات تراود. مول هاد المصبانه سمع صداع خرج يطل، جبر غير ديك البنت كتصب. وهنا نعرفوا بلي رايزو ماشي كيما حسبناه، وطلع كينتمي لجماعة أوزونو، وهي مسمية على اسم المدرب ديالهم أوزونو. وهذا المدرب ديالهم كان كيخطف الدراري الصغار وكيدربهم باش يرجعوا قتلة مأجورين، وعنده شي طرق تدريب ما تجيكش على البال باش كيموت عندهم الإحساس والرحمة. وانت ولا عندك شي واحد على بالك مالك غير تكتب اسم صاحبك في الكومنت وهما يتكلفوا. وهاد رايزو كان عزيز على أوزون، وديك المعزة خلاتو يقسى عليه أكثر من اللي باغي باش يكون هو الخليفة ديالو في العشيرة. وكانت معاهم واحد البنت اسمها كوريكو كانت كتعالجو وتحن فيه. ودابا نرجعو للوقت الحاضر وكنشوفو المحققة ميكا في باب الدار ديال زوكوف اللي كيشكو بلي قتلاتو النينجا. دخلت معاه ومراتو قالت لميكا انتي هي اول وحده تحقق في الموت راجلي، على ديك الشيء غنتعاون معاك في التحقيق ديالك. وقالت لها بلي زوكوف قبل ما يولي رئيس الوزراء كان خدام في المخابرات، ولكن تبدل بالكامل من واحد النهار كان معاه واحد، وكانت اول مره تشوف راجلها بديك الحاله. شكات وبزات الشك ديالها على غدا جهز الدار كامله بالكاميرات واجهزه الانذار. ميكا قالت لها كيفاش مات. مراتو قالت لها سمع شي تخرشيش خرج يشوف، وهو يتفضل. وتماك عطاوه بيه يمشي يضرب بو الفاف. ومن بعد مرات زوكوف عطات لميكا واحد الصندوق كان خلاها راجله، ودات ميكا الصندوق للمكتب ديالو وبدات كتشوف شنو فيه، وجبرات بزاف ديال الادله على وجود النينجا وحتى تسجيل الكاميرات اللي كان ركب زوكوف. وتماك شافت رايزو كيتقاتل مع واحد النينجا اخر دوز حيد من بعد نعرفو علاش. هما رجعوا لعند رايزو اللي كان كيتدرب في الدار ديالو كيسترجع الذكريات ملي كان في العشيره مع اوزون. وعلى غدا في المكتب ديال ميكا دخل عليها محقق اسمه دوبروسكي. كيتعارفوا في العشيه نشوفوها مع الرئيس ديالها غيكونوا بجوج عرفوا اللي كيراقبوهم حيت كيفتشوا في القضيه د النينجا. وفعلا حيت هما كيهضروا غنشوفوا واحد كيصور، ونرجعوا عند رايزو اللي غيكون كيتفكر الايام الكحل اللي دوز في العشيره مع اوزون وكيفاش كان كيتعامل معاهم بقسوه. وكل ما كيكبروا هي كتزاد القسوه في التدريب، وما كانش كيرحمو. وكيتفكر كوريكو الوحيده اللي كانت كتحين فيه واخا قادو، وفين ما كان كيتصاب كانت كتغامر وتسلت وتجي تداويه. ومع مرور الوقت كوريكو تقهرات مع العيش وبدات كتصل اوامر الزعيم، وهذا الشيء خلى اوزونو يعاقبها ودار شي ضربات خايبين. ورايزو رجع على الصرف وتا هو كان كيخلي كلشي ينعس وكيمشي يعاون. ومع الوقت بدات العلاقه ديالهم كتطور وتحول ديك الشيء لحب. وفي واحد الليله سمع رايزو شي تخرشيش، جبر كوريكو خارجه من بلاصتها جرى موراه وقدر يلحق. قال لها فين ماشى؟ قالت له تهرب من هاد العذاب اللي عايشه به. وقالت له يمشي معاه وبداو حياة جديدة. ولكن رايزو حيت خايف من المعلم وحاول معاتو، ولكن هي مقررتها وداتو وكملت الطريق. وفي هاد اللحظة التليفون كيصوني الرايزو جاوب. قالت له واحدة شي حاجة قطع وخرج. مشى لواحد السوق عطاه واحد الشخص الصورة شافها طلعت ميكا. وهنا ميكا خارجة من الفندق وقف عليها الرئيس ديالها قال لها بلي السي اي اي بداو كيبحثوا عليهم حيت بداو كيحققوا في القضية. وعطاها واحد الفردي وقال لها ترجع للدار. وهنا نعرفوا بلي بدات كتسرو. رجعت ميكا للحي ديالها جبرت الضوء طافي في الديور كامل. تماك عرفت بلي كاين انه اخواتها، ولكن هيداك زعمت على الضوء من واحد البيل ودخلت.
نزلت الحقيبة على الطابلة، مشات تجيب الحوايج، رجعت جبرات واحد البرا من فوق الطابلة، شحال جبرات ديك الرملة الكحلة اللي كيصردوها النينجا للأهداف ديالو. وفي ديك اللحظة هجم عليها واحد بغا يشربقها من وجهها، ولكن لحسن حظها دخل واحد النينجا آخر وبداو كيطايفوا، واحد يشير وواحد يخوي، دقة من هنا دقة من هنا، وكانوا جوج كيطيروا، وواحد من ديك النينجا بغا يقتلها، ولكن دخل نينجا آخر وهو يطويها له، وهو يزول القينة وكيطلع رايزو وجا للدار باش يحمي ميكا. زعما علاش كيدير هادشي؟ يلا اجي معايا نعملو واحد الفلاش باك باش نعرفو ملي هربت كوريكو من العشيرة هو رجع في حالو عادي، ولكن قبل ما يدي الناس كانوا جابوه، وفي الصباح ربطوها في واحد العمود د الخشب وجمعوا الطلاب اللي في العشيرة كاملين باش تكون عبرة وهدموها حداهم. وهنا رايزو حقد عليهم والسعر شبرهم الودنينة، وبالفعل داز الوقت، وفي أول مهمة عندو كان خصو يصفيها لواحد صعصع ويدي ليه واحد المكانة، وهنا صعصع في الحمام حتى خلط عليه رايزو، غرس ليه واحد الموس في الرقبة، ولكن صعصع الدقة مكلات معاه والو، وهو يشد رايزو يسلخو، خربق ليه بارامتر مزيان، ولكن هايداك ورايزو مقاتل مع مو، ضربو بالموس ليدو، عاود ليهالو الكرش وهو يضرب ليه راسو في واحد العيبة، قطع ليه البي ودا ليه الساعة، ومن بعد طلع للسطح دو واحد ناطحة السحاب، وتماك تلاقى المعلم والعشيرة. المعلم كيمدح في رايزو، قال ليه يقتل واحد البنت حاولت تهرب، وتما كيتفكر كوريكو، وهو يسخط ويضرب المعلم الوجه، وبقى كيتهلا في اللي باقي، ولكن حيت هما بزاف تضرب شي ضربات خايبين وطاح من السطح. ولحسن الحظ جا في واحد البيسي، وهنا كنرجعو لعند رايزو وميكا اللي كانوا هاربين من العشيرة وهما في واحد الفندق. رايزو جاب لميكا حوايج جدد وبقى كيعمل شي حوايج باش ما يتعاقبوهمش النينجا، ولكن ميكا اتصلت بالرئيس ديالها واتفقوا يتلاقاو باش يتعاونوا، ولكن الرئيس خانهم وكان موجد اليوم في خش برايش. ومن بعد داوها لواحد الموقع تابع للانتربول باش يحققوا معاه، وميكا كانت كاعية والرئيس قال لها بلي هما يعاونوه، وميكا مشات لعند رايزو وعطاتو يشرب، وهو يقول لها بلي 5 دقائق والعشيرة كاملة تكون هنا. وميكا مشات عند الرئيس ديالها كتقولها ليه، ولكن استهزئوا بها وقالوا لها بلي حنا كنستناوه، مساكن ما عارفينش يرجعوا شاورما وشوية ويتفطوا. وهالي قلنا معلم. وميكا مشات كتجري تخرج رايزو، وهي باغا كتحاول تقنع الحارس عاشرة النينجا كيسلخو في البوليس د الانتربول. ميكا دات سوارز وهي كتفتح رايزو، وفي آخر لحظة عتقا وعتاق راسو، وهما هاربين. رايزو اللي بان ليه كيخلي عشتو، وصل ميكا للدروج اللي كيوصلو للكراج باش تهرب الطونوبيل، وهو بقى كيتقاتل معاهم، وهنا بقى كيفصل فيهم واللي عنده شي بياسة زايدة وما فيهاش ينفع رازولو يما، ولكن هما كانوا بزاف وبدا كيحاول يهرب وهما لاصقين فيه. وهنا ميكا تكون وصلت للطونوبيل وهي باقا كتسناه يجي، كتشوف غير هاد اللعيبة تغرست في الجوج ديال الطونوبيل وهي تعطي لما السانكيا في الحدورة. وصلت برا وهربات، ورايزو باقي مقاتل معاهم وكيحاول يهرب حيت جاو فيه بزاف ضربات خايبين. المهم خرج للطريق وهما باقيين تابعين، وهو كيتقاتل معاهم جات فيه واحد الضربة لكرشو، طاح الارض، كان صافي يكمل عليه، وهي دخلت ميكا ضرباتو بالطونوبيل، وركب معاها رايزو وعلقها حنا ديال. وفي الطريق رايزو كاع ماشي لعيبات بحال ناروتو، وميكا عيط عليها الرئيس ديالها قال له فينكم، ما بغاتش تقول له حيت ما بقاتش كتثق فيه. مشاو لواحد الاوتيل، بدات كدير شي لعيبات تعلمهم لي، وبقات كتهضر معاه. البوليس عرف فين كاينين، ولكن النينجا سبقوهم وجاو للدار وداو معاهم رايزو. البوليس جا لوطيل، جبر ميكا جالسه وبلاصتو خاوي، قتلو ميكا، جاو داوه النينجا. وهنا كنشوفو رايزو في واحد الصندوق وهو كيعمل ديك اللعيبات د ناروتو اللي علمهم ليه اوزونو شحال هادي باش يشافي الضرابي اللي فيه. وهنا كنوصلوه لعندو، وزونو قالو توحشتك واخا خرجتي ابن عاصي لي، ومن بعد ربطوه وفيقو بواحد سطال د الماء، واوزونو بقى كيعلم بيه الدرس للنينجا اللي معاه، وبدا يعذب فيه. ولكن رايزو ثابت، وواحد الساعة خرج من فمو واحد جهاز التعقب، وما جاو يثبتو حتى كانوا البوليس درمو عليهم من المدرسة. وهنا بدات المجزرة وبلا شطارة السي محمد، والدنيا نحايحة، النينجا من جهة والبوليس من جهة، والبوليس كيضرب بالسلاح والنينجا كيشير. وهنا ميكا مشات تحرر رايزو، وواحد النينجا يقتله، دخل الرئيس ديالها قتلوه، والدنيا محايحة، النينجا من جهة والبوليس من جهة، واللي دخل داخل رحمه الله من عند النينجا. وهنا يخرجوا في رايزو، وهنا عاد تبلوي رايزو اللي جدو كيخلي عشتو. الرجل من هنا خلفونا من هنا، المهم بقى كيساليهم واحد مورا واحد، وبرا البوليس محايحة بالقذائف وما كاينش الرحمة. ورجعوا الرايزو اللي كان بقى مع اخوه اللي كان قتل كوريكو، وهما بجوج كيطيروا، ولكن خوه قال ليه كنت فرحان ملي قتلت كوريكو. وهنا رايزو يسخط عليه، ضربو قطع عليه السبعين، بغا يوز السيف تقابلو اليد الاخر،
هو عمل له السما قرا قدا جا موراه، كتفوت ديك السلسلة وتماك سلم لي على الحبايب، وبرا الدنيا مروق كلشي مكسل كلشي مطنبق. وهنا رايزو وصل عند اوزونو، اوزونو قال له بلي باقي عاقل على داكشي اللي علمتك. رايزو يسخر، هرس ديك الارضيه اللي كان كيتعلم فيها ودخل عنده. رايزو بلا سلام بلا كلام بغا يزرب عليه، ولكن اوزونو نيفو هارب، طا عليه السلسله واختفى في الطاله. رايزو تروق، واحد الساعه خرج ليه من مورا دار، ضربو واحد الضربه صار البيت تجير، ولكن رايزو ما نفاكش. ناض هز واحد السيف وبقى كيفتش عليه، كيجبرو خرج من موراه بقى كيتقاتل. واوزونو نيفو هارب على رايزو كما قلنا، ولكن رايزو ما كيستسلمش وباقي كيوقف على رجله. وهنا اوزونو كيستعمل ديك تقنية الاختفاء، ورايزو بدا كيعرف بلي مستحيل يتغلب عليه حيت جاب فيه شي ضربات قاصحين. وصافي اي صفيها ليه دخلت ميك وضربات اوزونو بوكالطاز، ولكن ما دركات تعرف فين مشى، جبراتو موراه وغرس السيف في قلبه. وهنا رايزو تجنن، واوزونو بغا يكمل عليه، جبرو اختفى بنفس الطريقة. تماك بقى كيفصل في الفقيرة تاع عمو وسال معاه بواحد الطريقة خايف، وهز ميكا وخرج. بدا كيقرا عليها شي لعيبات وشوية فاقس. جا الطبيب قال له مستحيل هادشي حيت ما يمكنش تعيش وهاد الضربة في القلب. ولكن هنا ميكا قالت ليه بلي قلبها لهاد الجهة، وهنا كنعرفو بلي ميكا حتى هي عندها القلب على اليمين فحال الشارف مول الأوشام. ورايزو رجع باللورا واختفى. وهنا كنوصلو لنهاية الفيلم، ورايزو دمر المدرسة د النينجا وحقق الانتقام ديالو. ولو وصلتي لهنا كنتمنى تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل اعجاب للفيديو، وما تنساش شي كومونتير زوين تشجعني به باش نكمل. ويلا اديوس.